استاذ غرم، كيف شايف المباراة؟ نقول لمين هارد لك اول حاجة على التعادل السلبي؟ والله طبعا المباراة يا ابو بدر انا توقعت انها تكون افضل من كذا فنيا، ولكنها كانت تقدر تقول فوق المتوسط. الشوط الاول تقدر تقول سيطرة كاملة لفريق النصر. مدرب النصر فاجأ الاهلي تقريبا لما لعب شكلا واسماء بثلاثة مهاجمين، ولكن في الحقيقة بدر مطوع كان ينزل خلف المهاجمين اللي يكون يشكل صانع لعب، ونجح فيها في الشوط الاول. بداية الشوط الثاني كان الاهلي تقريبا 10 دقائق يقولوا له من الشوط الثاني كان افضل من وضعه من الشوط الاول، ولكنه عاد مرة اخرى وسيطر النصر الى نهاية المباراة. فنيا النصر كان افضل من الاهلي في المباراه، مع انه الحضور الجماهيري الكثيف من جماهير النادي الاهلي كنت اتوقع ان النادي الاهلي يكون في مستوى افضل، ولكن زي ما قلت لك الاهلي ما زال الموسم هذا مستويات فنيه متقلبه. النصر صراحه بكل امانه لعب مباراه جدا جميله، اعتبرها من المباريات الحلوه للنصر في الفتره الاخيره. يعني حضر المدرج وغاب الملعب بالنسبة للاهلي. نعم اكيد. طيب اليوم طبعا